واصلت الصحافة الجزائرية هجومها على فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ استضافة المناظرة الإفريقية الأولى في تاريخ الاتحاد الإفريقي. وعقد الجمع العام غير العادي الذي أسفر عن تنصيبه رئيسا ثالثا للكونفدرالية الإفريقية. يبدو أن الصحف الجزائرية تذكرت الصفعة القوية التي وجهها فوزي القجع للرجل القوي بكرة القدم الجزائرية، بجانب أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان قد صرح بأن ما دفعه للترشح هو خلط ممثل جهة الشمال داخل الكرة الإفريقية السيد محمد روراوة بين الخلافات السياسية والرياضة، وكونه كان مجبرا لإزاحته من أجل ضمان حقوق المغاربة داخل الاتحاد الإفريقي. الصحف الجزائرية ذكرت بتجديد انتخاب فوزي القجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكيف أصبح حسب تعبيرها متفرغا لتحقيق هوايته المتمثلة في تدبير كرة القدم المحلية والدولية. واعتبرت الصحف الجزائرية أن المغرب أصبح مؤهلا لاستضافة عدة تظاهرات على غرار كأس إفريقيا في انتظار صدور الموقف الرسمي للمغرب بخصوص الترشح لاستضافة كأس العالم.